بما إنك بقى متابع معايا من زمان من أول السلسلة دي، فأنت أكيد عارف إن المشهد اللي معانا ده بيبني على مشهد قبله، فأرجح لك جدًا إنك تشوف الحلقة اللي فاتت، ولكن لو مش عايز ترجع ولا تشوفها أو مكسل، أنا هاحط لك المشهد هنا بتاع الحلقة اللي فاتت واتفرج عليه، لكن لو مش فاهم حاجة معينة بعينها، تأكد تمامًا إن هي اتشرحت واتغطت في الحلقة اللي فاتت، لأن إحنا بنشرح كل حاجة، قواعد، كلمات، معاني، في بعض الأحيان أمثلة من خارج النص للتوضيح وهكذا، حتى الاختصارات الصوتية بنغطيها، فأي حاجة أنت مش فاهمها ارجع للحلقة اللي فاتت. دلوقتي تعالَ أحط لك المشهد بتاع الحلقة اللي فاتت، وبعديه على طول مباشرةً المشهد بتاع الحلقة اللي معانا النهارده، وبعديها هنبدأ بأول مشهد. شوف كده وارجع لي تاني. Mr. Shelby, this is Monsieur Paz from Paris. I heard you had trouble. It's good of you to see me. You just came from Paris, eh? You know Paris? I left Paris in a cattle truck. They said you were French. Well, I came here from Paris. That does not mean I'm French. Guess where I'm from? Well, in my cattle truck in Paris, there were American soldiers. We played cards. They sound like you. Yeah. Did you win? You didn't come on a train. Your suit is pressed, your shoes are clean. Where'd you get your suits made? I'm a tailor. New York City. Look. Bonacci. Italian. It's my uncle. He makes suits in the basement of Mad Street. He is my uncle. So every stitch stitched with blood. I heard you dress well, Mr. Shelby. But now I see. Not so well as me. You know, I have uncles as well. But they're not the sort of men who would work in a basement with a needle and thread. Mr. Changretta. Yeah. Did you win? Yeah. Did you win? Yeah. Did you win? طيب المشهد اللي معانا بدأ بإن الراجل العصابة اللي كان قدامه من باب الجاكيت كده راح مطلع سلاكة سنان، ولأني وعدتك إن هغطي لك كل حاجة فمفيش تفصيلة هتعدي مننا إن شاء الله. كلمة tooth pick دي سلاكة السنان اللي هو طلعها من جيبه، قول tooth pick بالبي مش بالبي. وبعدين قال yeah did you win yeah اللي هو زي أيوه بالظبط كده، لأنه كان بيجاوبوا عن آخر سؤال سأله واللي هو إن كان في جنود أمريكان في العربية وكانوا يبدون مثلك اللي هم زيك يعني بلهجتك، فهو قال له باختصار رد أيوه أنت صح. وبعدين سأله did you win. كلمة win يعني يفوز. did you ده سؤال في الماضي أهو، ولاحظ إحنا بنقول did you did في صوت خفيف كده، وده لأن حرف الدي قلت لك إن هو حرف مميز جدا في اللغة الإنجليزية، ولما بيجي حرف الواي بعديه بيعمل صوت خفيف في بعض الكلمات، فهو هنا بيقول did you win did you win يعني هل فزت؟ فاز بإيه بقى؟ هقول لك أنا
زمان في بريطانيا وفي الحقبة الزمنية دي كانوا بيراهنوا على الأحصنة، يعني مثلًا بيكون في سباق أحصنة فيه أكتر من حصان وأنت بتراهن، تقول مثلًا الحصان اللي اسمه كذا أنا متوقع إن هو يفوز، فأنت بتراهن عليه، دي كانت المراهنات. طبعًا ده حرام شرعًا عندنا إحنا، لكن عندهم هم ما عندهمش مشكلة. إحنا هنا مش بندرس حرام وحلال، إحنا عارفين إن هو حرام وفاهمين ده كويس أوي كعرب أو كمصريين، ولكن أنا عايزك تفهم السياق. فعشان كده هو بيسأله لأنه كان عنده حصان، تمام، هو صاحب الحصان والناس بتراهن عليه، فهو بيقول له did you win يعني هل فزت؟ على فكرة عادة مستر شيلبي ما بيتبعش القواعد، يعني هتلاقيه مثلا بيأكل الحصان مثلا حاجة معينة، أو مثلا بيكون عارف مين هيفوز بالاتفاق مع المنافسين ليه، يعني أنت هتخسر مرة وهكذا، يعني كل شغله غير قانوني أصلا. فهو بيقول له did you win هل فزت؟ طيب تعال نشوف هو فاز ولا لا، وهيرد عليه يقول له إيه. You didn't come on a train. Your suit is pressed, your shoes are clean. You didn't come on a train. Your suit is pressed, your shoes are clean. You didn't come on a train. Your suit is pressed, your shoes are clean. فطبعا احنا عارفين ان توماس ده شخصية بتاخد بالها من التفاصيل الصغيرة، فهو قال له you didn't come on a train, your suit is pressed, your shoes are clean. طب تعالى نشرح الأول الاختصارات الصوتية أو اللكنة بتاعته. الأول هو قال you didn't come on a train كده on a train، وشد في كلمة train. you didn't اختصاره قال you didn't وانت ما سمعتش التي، لان زي ما قلت لك في الحلقات اللي فاتت احنا مش بننطق حرف التي في كلمة don't for example بنقول don't I don't know لا أعلم. you didn't come on a train. come يعني يأتي، you didn't دي نفتها خلاص فمعناها أنت لم تأتي، يعني في الماضي هو لم تأتي on a train. كلمة on a train يعني في القطار، ولكن احنا بنقول I will come on a train يعني أنا هأتي بالقطار أو باستخدام القطار، ولكن احنا بنستخدم حرف الجر on. فهو بيقول أنت ما جيتش في قطر، لأن كلمة train احنا عارفين إن معناها بيكون قطر، وبالأمريكي بتسمع صوت خفيف كده زي تشارتا tra train train، لكن بالبريطاني مش هتسمع الصوت ده. و your suit is pressed، الأول كلمة suit دي ليها أكتر من معنى. أول معنى معانا البدلة، يعني اللبس الرسمي اللي الراجل بيلبسه في الشغل أو المناسبات، بدلة. مثال he is wearing a nice suit، he is wearing a nice suit يعني هو لابس بدلة حلوة أو بدلة شيك. يعني تاني معنى يناسب أو يليق على، يعني لما حاجة تبقى لايقة على حد سواء في اللبس أو الشخصية أو الظروف، أو حاجة تناسب حد، يعني حتى لو فكرة، أو حتى مثلا لو أنا بطلب منك إنك تغير وقت الدرس وبقول لك ممكن نغير وقت الدرس ده، هل الوقت ده يناسبك؟ هي دي كلمة suit. أمثلة this color suits you، this color suits you يعني اللون أو هذا اللون يليق بك أو اللون ده لايق عليك. this job doesn't suit me، الشغلانة دي مش لايقة عليا، مش مناسبة ليا. تالت معنى رسمي شوية وبيكون معناها قضية، يعني ليها علاقة بالقضاء، وهتشوفها بشكلين. كلمة law بيكون معناها قانون، و lawsuit بيكون معناها قضية في المحكمة، وكلمة suit معناها قضية قانونية ليها علاقة بالقانون. مثال she filed a suit against the company، she filed a suit against the company يعني هي رفعت قضية على الشركة. رابع معنى وده نادر شوية، محاولة لإرضاء حد، زي لما تقول he tried to suit her wishes، he tried to suit her wishes حاول يرضي رغباتها، حاول يكون مطيع ليها يعني، وهكذا. ولكن المعنى اللي معانا هنا في المشهد ده هي كلمة بدلة، يعني ده suit بدلة. وكلمة pressed في الجملة دي بيكون معناها أو يدل على كويها، إن البدلة مكوية. كلمة pressed أصلها من الفعل press يعني يضغط، بس لما بنستخدمها مع الهدوم بيبقى معناها إن الهدوم اتكوت أو مكوية، يعني فيها كوي مش ضغط بمعناها الحرفي. Your suit is pressed بيكون معناها بدلتك مكوية ومتظبطة، يعني شكلها نظيف ومنسقة، تمام كده. والجزء التاني من الجملة Your shoes are clean، your shoes are clean. خد بالك ان كلمة shoes دي جمع في اللغة الإنجليزية، لأن احنا في اللغة العربية بنقول جزمة، جزمة دي مفرد، ولكن في اللغة الإنجليزية أي حاجة ليها اتنين أو زوج كده بنقول عليها جمع. يعني مثلا البنطلون ده مفرد عندنا، لكن احنا بنقول pants لأن ليه رجلين اتنين. النضارة دي نضارة اهي مفرد عندنا في اللغة العربية ومؤنث، في اللغة الإنجليزية بنقول glasses ودي جمع. فكلمة shoes ينطبق عليها هنا الكلام ده. your shoes are، ما كانش ينفع نقول is، تعرف ليه؟
علشان are هي اللي بتروح مع الجمع. Your shoes are clean. كلمة clean يعني نظيف، فهو يقصد يقول هنا إن جزمتك نظيفة، هدومك مكوية. يا باشا أنت مش جاي في قطر، عشان لو كنت جيت في قطر كنت هتبقى متبهدل، بدلتك مش هتكون مكوية وهدومك مش هتكون نظيفة طبعا، ولا جزمتك هتكون نظيفة. فهو لاحظ التفاصيل دي. جميل قوي. تعالى بقى نشوف هو يرد عليه ويقول له إيه. Where'd you get your suits made? Where'd you get your suits made? Where'd you get your suits made? طبعا هو ما ادالوش فرصة يرد عليه وراح مكمل وقال Where'd you get your shoes made? Where'd you get your shoes made? ولاحظت إن هو كل كلمة do you وقال where'd you. كلمة made ده الماضي بتاع make بمعنى يصنع، ولكن هنا مش معناها يصنع، وهتعرف بعد ثواني. Where يعني أين. Do you get. كلمة get من أحد معانيها إنك تخلص حاجة أو تنفذ حاجة، فالمعنى هنا هيكون معناه أنت بتفصل بدلك فين. أين تفصل بدلك؟ البدل بتاعتك مصنوعة فين؟ لأنه عجبه طبعا الستايل بتاعه وكده. طبعا هو بيستجوبه، مش قصده يعني إن أنا معجب بهدومك وكده. تعال نشوف بقى هو يرد عليه ويقول له إيه. I'm a tailor. New York City. Look. I'm a tailor. New York City. Look. I'm a tailor. New York City. Look. فراح طبعا هو رد على سؤاله وقال له I have a tailor in New York City. يعني قطعها اتنين كده، وده بيدي عمق أكتر للجملة لأنه هو عميق شوية في نفسه لأنه راجل عصابة وكده. كلمة tailor يعني خياط، وcity بيكون معناها مدينة، فهو بيقول له أنا عندي خياط أو لدي خياط في مدينة نيويورك. وبعدين قال له look، وفتح له كده الجاكيت بتاع البدلة وقال look بيكون معناها انظر، ودي كلنا عارفينها. تعال بقى نشوف هو هيقول ايه تاني. Bonacci. Italian. Bonacci. Italian. Bonacci. Italian. الراجل ده طبعا بيعتز جدا بجنسيته، هو إيطالي الجنسية، فقال له فيناتشي إيطاليان، وهو بيعمل كده بإيده دلالة يعني على فخره بالجنسية الإيطالية وكده. تعال بقى نشوف هيحصل ايه بعديها. It's my uncle. It's my uncle. It's my uncle. رد عليه كده بسرعة وقال is my uncle is my uncle. وكلمة he تقريبا ما اتنطقتش، هي اتقالت بسرعة he's my uncle he's my uncle. كلمة uncle يعني عم أو خال، مفيش الفرق بتاعنا اللي هو عمي يبقى أخو أبويا، خالي يبقى أخو أمي زي في اللغة العربية. لا، لما بنقول uncle بيكون معناها عم أو خال، لأن في بعض الثقافات المعلومات دي مش مهمة للمستمع. يعني أنت مش لازم تعرف هو عم ولا خال من ناحية أبويا ولا من ناحية أمي، فبنكتفي بدي. وعلى فكرة ده هتلاقيه شائع جدا في الأقارب التانيين، زي ابن خالتي، ابن عمتي، ابن أخويا، ابن أختي، وهكذا. مش لازم تعرف هو من أنهي جنب من العيلة. فبيقول له he's my uncle، ده عمي اللي عمل له البدلة يعني، وهو إيطالي، فأكيد هو كمان إيطالي. Make suits in the basement of Mad Street. Make suits in the basement of Mad Street. Make suits in the basement of Mad Street. He makes suits in the basement of Mott Street. كلمة suits ده الجمع هنا، و basement يعني القبو اللي احنا بنقول عليه في المصري البدروم. He makes suits in the basement يعني هو يصنع البدلات في قبو، لأن كلمة make يعني يصنع لسه واخدينها من شوية، و Mott ده اسم الشارع، street يعني شارع، فهو بيقول هو بيصنع البدل في Mott Street أو شارع Mott، ده اسمه يعني. تعال نكمل ونشوف هيضيف ايه تاني. He is my uncle. So every stitch stitched with blood. He is my uncle. So every stitch stitched with blood. He is my uncle. So every stitch stitched with blood. دي مش هشرحها لك، هو قال he is my uncle، ودي لسه واخدينها هو يكون عمي أو هو عمي. الجملة دي ذكية جدا وهقول لك ليه. So every stitch stitched with blood. كلمة stitch يعني غرزة، حتى الغرزة اللي في إيدك لو اتعورت لا قدر الله. فهو بيقول so بناء على اللي أنا قلته
فإنه كذا كذا. فهو بيقول لذا فكل غرزة، وبعدين جه بعدها فعل stitched في الماضي، وما بنقولش stitched، هي stitched بصوت التي في الآخر، يعني الإي دي ما بتتنطقش على إنها إي دي، ودي برضو لمحنا لها في حلقة فاتت. وده هنا الفعل الماضي، يعني كل غرزة اتغرزت أو اتخيطت يعني with blood. with يعني blood يعني دم blood. فهو يقصد يقول ده عمي، علشان كده كل غرزة خيطها بالدم. يقصد يقول ان هو عمه قريبه من دمه، تمام. وفي نفس الوقت لان عمه اتقتل، فهو هنا بيلعب على الكلمات، عمه اتقتل وهو قريبه من دمه، فهو بيقول ان كل غرزة اتخيطت بالدم من ناحيتين، من ناحية ان هو عمي من دمي، وكمان عشان انتوا قتلتوه. شفت الفكرة؟ طب تعالى نكمل نشوف هيقول تاني. I heard you dress well, Mr. Shelby. I heard you dress well, Mr. Shelby. I heard you dress well, Mr. Shelby. طبعا هو أضاف وقال I heard you dress well Mr. Shelby. كلمة Mr. دي درسناها في الحلقات اللي فاتت، و dress well محتاجة شوية شرح. كلمة dress يعني يرتدي، dress well يعني هو يرتدي هدوم كويسة، أو ذوقه في الهدوم كويس، يعني بيلبس كويس كده ونضيف وشيك في نفسه. فهو بيقول له I heard، ده ماضي أهو بتاع here، قلنا فعل irregular يعني مش عاجبه حاله، لا يتبع قاعدة معينة في الماضي. I heard يعني أنا سمعت you dress well Mr. Shelby، يعني أنا سمعت إن أنت بتلبس شيك كده في نفسك. طب تعالى أديلك أمثلة من خارج السياق عشان تفهمها أكتر. He always dresses well. He always dresses well يعني هو دايما بيلبس هدوم كويسة، شيك كده في نفسه. The girl dresses well. dressed stylish يعني هي لابسة هدوم شيك. stylish يعني على الموضة، ستايل في نفسها كده. يعني ممكن تقول she dresses stylish، أو ممكن تقول she dresses well. تمام، الاتنين كويسين ومناسبين عشان تبين الأناقة بتاعت هدوم الشخص. فبيقول له أنا سمعت إن أنت بتلبس هدوم حلوة كده وشيك في نفسك. تعال نشوف هيكمل ويقول إيه. But now I see. But now I see. But now I see. طبعا هو هيقول أكتر من حاجة فإحنا نقطعها. فبعدين ضاف وقال but now I see. فبيقول له أنا سمعت إنك بتلبس كويس. but now كلمة now يعني الآن، I see أنا شايف، وبيبص له كده من فوق لتحت. فهو يقصد يقول يعني أنا سمعت إنك بتلبس حلو، بس دلوقتي اللي أنا شايفه يعني بيتريق عليه، عايز يقول له يعني أنت مش بتلبس حلو. وده هيبان في المشهد اللي معانا. تعال نشوف هيكمل ويقول إيه. Not so well as me. Not so well as me. Not so well as me. كمل وقال not so well as me. not so well as me ولضمها كده في بعض. لما بتقول not so well بيكون معناها مش بنفس الجودة، مش كويس قوي يعني. as me زيي أو بالمستوى بتاعي. not so well as me يعني مش بنفس الجودة زيي أو مش زيي. هو هنا بيتفاخر، بيقول له أنا سمعت إنك بتلبس هدوم كويسة أو أنت لبسك شيك، بس دلوقتي اللي أنا شايفه مش كويس زيي، أنت مش شيك زيي، أنا أحسن منك. هو عايز يقول له كده. طب تعال نشوف هيكمل ويقول له تاني. You know, I have uncles as well. You know, I have uncles as well. You know, I have uncles as well. فبعدين تومي باستهتار كده قال له you know I have uncles as well. you know I have uncles as well. كلمة as well بيكون معناها كمان أو برضو، بتتقال دايما في آخر الجملة، ودي أهم حاجة. الجملة دي لو قالها واحد مصري هيقولها كده أنا كمان عندي أعمام، وأنا بقولك بالمصري علشان تفهمني، أو بالفصحى مثلا عشان كل الناس تفهم أنا أيضا لدي أعمام، يعني أنا كمان عندي أعمام. ف I have uncles as well. برضو عايزك تاخد بالك ان كلمة as well مش لازم يعني ليها بدايل تانية، زي كلمة to، مش to اللي هو to واحدة، لا to باتنين o يعني فيها اتنين o، وبيكون برضو معناها كمان، وبتيجي في آخر الجملة. يعني كان ممكن يقول I have uncles too وهتدي نفس الجملة. وبرضو كلمة also بيكون معناها كمان أو برضو، وممكن تيجي في نص الجملة
عادة بعد الفاعل، خد بالك عادة بعد الفاعل. I also have uncles. هنا الفاعل أنا، فبقول I also have uncles. هتقولي ينفع أغير موقعها، يعني بدل ما بتيجي بعد الفعل ينفع في أول الجملة أو في آخر الجملة؟ هقولك استحملني هنا لأن أنا مضطر أشرحها لك بالتفصيل، لأني بشوف ناس كتيرة بتعمل الخطأ ده. الأول إحنا قلنا في النص أو بعد الفعل، وده الاستخدام الشائع جدا في أول الجملة، ده بيكون استخدام رسمي أو للتأكيد. ما تقلقش هدي لك أمثلة. في آخر الجملة نادرا جدا وغالبا بيبقى مش طبيعي في الكلام اليومي، يعني غالبا كده غلط. حاول ما تستعملهاش في آخر الجملة، خصوصا لو في امتحان هتسقط. تعال أقول لك بقى في النص أو بعد الفعل الاستخدام الطبيعي، خد بالك بقول لك ده أفضل استخدام ليها. I also like coffee. I also like coffee. أنا كمان بحب القهوة. She also studies at Cairo University. She also studies at Cairo University. هي كمان بتدرس في جامعة القاهرة. هنا also جت بعد الفعل I و she هي. في أول الجملة للتأكيد أو في الكتابة الرسمية، خد بالك دي مفضلة للتأكيد أو في الكتابة الرسمية، بتستخدمها لما تكون عايز تضيف معلومة جديدة أو تأكد على حاجة معينة. أمثلة: Also I want to say thank you. Also I want to say thank you. أنت ضفت حاجة هنا، كان في حاجات الراجل ده عملها وأنت عايز تقول كمان أنا عايز أقول لك شكرا، يعني أنت قلت كذا 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 وبعدين ضفت قلت وكمان أنا عايز أو حابب أقول لك شكرا. Also he didn't tell me the truth. Also he didn't tell me the truth. هنا الجملة دي متاخدة من سياق مقطوعة، مثلا هو كذب وعمل وبعدين سرق التليفون وهكذا، وفوق كل ده كمان he didn't tell the truth. truth يعني الحقيقة، فهو ما قالش الحقيقة. أما في آخر الجملة نادر جدا ومش طبيعي، ما تستعملهاش بالشكل ده. جميل كده؟ أتمنى ما أكونش طولت عليك في الحتة دي، وتعالى نشوف ونكمل معناها. But they're not the sort of men who would, But they're not the sort of men who would, But they're not the sort of men who would, طبعا الكلام اللي هو ضافه بعد كده كان بمثابة قصف جبهة عميق جدا. هو قال، وطبعا احنا هنقطعها لأن هو قالها على مرتين والجملة طويلة. But they're not the sort of men who would، وبعدين وقف. But they're not، كلمة they يعني هم، they're not وشايف الاختصار بتاعها، هو مش they are، لا هو اختصار وقال they're not sort of. كلمة sort of بيكون معناها نوع من أو من النوع اللي بيعمل كذا كذا، من النوع الكذا كذا، وهتفهم بعد شوية اللي بقولك من النوع الكذا كذا. وكلمة sort of أحيانا بتتنطق كده سورة، وده اختصار ليها، وبيكون معناها برضو نفس الكلمة، هي بس مختصرة. man، كلمة man يعني رجل، وكلمة man يعني رجال أكتر من واحد. هتقولي إيه الفرق ما بينهم في النطق؟ هقول لك كلمة man طويلة شوية، he is a man، وكلمة man سريعة كده، man افتح بقك حاجة بسيطة، man دي الجمع بتاعها. وبرضو كلمة women women اللي هي الطويلة شوية حاجة بسيطة عنها دي مفرد، women يعني جمع. وكلمة would شرحناها في الحلقات اللي فاتت لكن مش هشرحها لك هنا. سؤال بقى الدرس بتاعنا ازاي بنستخدمها وليه هو استخدمها هنا. ما كانش ينفع you will لأن ترجمة النص ده لكنهم ليسوا من النوع الذي سوف يفعل كذا كذا أو الذي يعمل كذا كذا، هو would. تمام؟ قول لي انت بقى ليه هو استخدم would هنا. جاوبني لو شفت الحلقة اللي فاتت، وتعال نشوف هو هيقول ايه بعد كده تاني او النص التاني من الجملة. who would work in a basement with a needle and thread. Who would work in a basement with a needle and thread. Who would work in a basement with a needle and thread. Who would work in a basement with a needle and thread. Who would work in a basement with a needle and thread. كلمة thread بيكون معناها خيط، وكلمة needle بيكون معناها إبرة، فهو بيقول له هو هنا بيكون معناها الذين أو الذي، يعني أنا ما عنديش عمام اللي هم بيعملوا كذا كذا. Who would work in a basement اللي هم ممكن يشتغلوا في كابو بإبرة وخيط، فهو بيهينه جدا، بيقولوا أنا ما عنديش عمام بتشتغل بإبرة وخيط يا حبيبي وبتخيط تحت في البدروم أو في الكابو. جميل أوي كده. Mr. Changrata. Mr. Changrata. Mr. Changrata.
وبعد كده راح قايل اسمه مستر شانجريتا، وطبعا هو بيقول اسمه هنا يا استاذ كذا انت يا بتاع انت. تمام. طيب دلوقتي بقى تعالى احط لك المشهد تاني من غير لا ترجمه ولا نص انجليزي ولا اي حاجه. عايزك تريح بقى ظهرك كده وتتفرج عليه، وهتلاقي نفسك فاهم كل حاجه كانه عربي مش انجليزي، بريطاني وامريكي متجمعين مع بعض. شوف كده وارجع لي تاني. Did you win? You didn't come on a train. Your suit is pressed, your shoes are clean. Where'd you get your suits made? I'm a tailor. New York City. Look. Finacci. Italian. It's my uncle. He makes suits in the basement of Mad Street. He is my uncle. So every stitch stitched with blood. I heard you dress well, Mr. Shelby. But now I see. Not so well as me. You know, I have uncles as well. But they're not the sort of men who would work in a basement with a needle and thread. Mr. Changretta. طيب انت هنا وصلت معايا لنهايه الحلقه. اتمنى يكون الدرس عجبك، وكالعاده لو عندك اي سؤال اي استفسار او في حاجه مش واضحه تحبني اشرحها في الدرس الجاي سيبها لي تحت في التعليقات، وانا احب جدا ان اساعدك. وما تنساش السؤال بتاع الدرس. شكرا جدا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.